هتقبل إن هي تدخل لعبة بجوابات وتستقبل جوابات من شخص هي ما تعرفوش؟ هاي، عاملين ايه يا أحلى وأجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم حلقة جديدة من حكاية مجنون المديرة. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في حلقة النهاردة. يلا يا ستي، أنا خلصت شغل علشان الغدا. ايه ده يا ساندي، مالك؟ هو انتي كنت بتعيطي؟ انتي كويسة؟ مالك؟ في ايه يا ساندي؟ ايه يا بنتي، كل ده انا كويسة. مالك بس؟ عيني دخلت فيها حاجة مش اكتر. يلا يا اخرة صبري، عايزة تاكلي ايه؟ انا اللي هختار المطعم، وهناك هقولك هاكل ايه. ماشي يا ستي، امري لله، يلا بينا. ها يا ستي، عايزة تتغدي ايه؟ لا، انا لسه ما قررتش، وبعدين مش عايزه ادفعك يعني اي حاجه. طب تحبي اطلب لك؟ لا، استني قبل ما تقولي، انتي اصلا ذوقك وحش قوي في الاكل. هختار انا. ممكن نص فرخه ورز ممكن اخد ملوخيه ومكرونه بشاميل طبعا، والسلطات بقى وبيبسي دايت علشان بعمل رجيم الايام دي. امال لو مش بتعملي كنتي طلبتي خروف؟ بتقولي حاجة يا ساندي؟ بقولك البيبسي عايزاها كنز ولا في كوباية؟ عادي، اي حاجة مش فارقة، اهم حاجة بس يبقى دايت. ياه، الحمد لله، الواحد حاسس ان بقاله سنة ما اكلش يا ساندي. اموت واعرف يا مريم الاكل ده بيروح فين، ويا ريته باين عليكي حتى. اعوذ بالله، سمي الله يا حاجة، الحاجات دي بتتنزر. كمان بتتنزر؟ يا بنت انت بتجيبي المصطلحات دي منين؟ من الكشك اللي جنب بيتنا. ويلا بقى مش هنهزر، احكيلي بسرعة. احكي ايه يا مريم؟ استني بس كده، قبل ما تحكي، لو سمحت 2 قهوة مظبوط علشان في مشاكل هنا عايزة تتحل. مريم، في ايه؟ ايه في ايه يا ساندي؟ خلاص ممكن تجيبها للآنسة سادة على روح المرحوم، قصدي علشان هي ما بتحبش فيها سكر. حاجة تانية يا فندم؟ لا تمام شكرا. يا نهاري، ده انت فاضل تطلعي نار من عينيكي تولعي فيا وانا قاعدة بهزر يا سو. ايه، ما بتهزريش؟ اموت واعرف يا مريم انت ناوية تكبري امتى؟ واكبر ليه؟ ما انا كده حلوة وزي الفل. يلا قري واعترفي، ليه مش عايزة تدي لقلبك فرصة تانية يا هانم؟ انا عارفة ان انا مش هخلص منك، يمكن علشان الفرصة الاولى قطعت اي امل ان يبقى في فرصة تانية. لا يا سندي، طول ما في نفس داخل طالع منك يبقى نبض قلبك شغال. عارفة ان اول تجربة كانت صعبة، والاصعب انك حبيتيه بجد، بس مش انا اللي هقولك ان دايما التجربة بتعلمنا، بتدينا خبرة، بتفوقنا لحاجات احنا كنا عاميين عنها. الكلام سهل يا مريم، والوقت بيداوي كل وجع. وانتي بصراحة طولتي قوي. طولت في ايه يا مريم؟ الوقت بتاعك طول، بقالك سنين مش عايزة تدي لقلبك إفراج، تعباه بحبسته، حبساه في قصة خلاص ماتت، بتعاقبيه على حاجة ملوش دخل فيها يا ساندي. عايزاني أعمل إيه أنا دلوقتي؟ ادي لنفسك فرصة، جربي تعيشي تاني، وأظن فرصة التجربة موجودة، ومش لازم يا ست المعجب الولهان. ادي بس فرصة لقلبك يجرب تاني، مش يمكن المرة دي تكون تجربة ناجحة؟ ولو ما نجحتش على فكرة عادي، احنا عايشين علشان نجرب ونتعلم. ايه العمق ده يا مريم؟ انتي كنت من سنتين تافهة، بقيتي دكتورة نفسية يا حبيبتي وجالبة للحبيب كده امتى؟ آه، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير، انا بس محتاجة اللي يرشدني للطريق الصح ويديني الفرصة. وما تغيريش الموضوع يا سندي. ها قلت ايه؟ حاضر يا مريم، هبقى افكر. لسه هتفكري؟ امال انا بحكي في ايه؟ يا بنتي حرام عليكي، تعبتيني، هتجيبيلي الضغط والسكر. خلاص يا مريم بجد هبقى افكر، ويلا بقى علشان انا محتاجة اروح واستريح، محتاجة انام، صدعتيني. ماشي يا سندي، بس والله ما هسيبك غير لما تليني دماغك الناشفة دي. وروحت ساندي لبيتها ودخلت على اوضتها من غير ما تكلم اي حد، وهي قاعدة تفكر وتفتكر هل كلام مريم صح وتدي لنفسها فرصة، ولا اللي هي بتعمله في حياتها هو اللي صح، وهي أصلا فيها قلب لسه ممكن يحب من تاني. طب ولو ادت نفسها فرصة هتقبل إن هي تدخل لعبة بجوابات وتستقبل جوابات من شخص هي ما تعرفوش، ولا هتعمل ايه؟ فضلت طول الليل تفكر، وهي
مش قادرة تاخد قرار. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم. باي.